أهلا بكم. توج لاعبي المنتخب الوطني المغربي بالميدالية البرونزية في حفل تتويج كرة القدم رجال في أولمبياد 2024 بعد نهاية المباراة النهائي التي جمعت بين إسبانيا وفرنسا. إسبانيا الذي تمكن من هزم المنتخب المغربي في آخر اللحظات في مباراة نصف النهائي تمكنت من تحقيق الانتصار بنتيجة عريضة أمام المنتخب الفرنسي. ويأتي هذا التتويج للمنتخب المغربي بعد تحقيقه للانتصار في مباراة تحديد المركز الثالث والتي واجه من خلالها المنتخب المصري. وقد شاهد عناصر المنتخب مباراة النهائي كاملة والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن المنتخب الفرنسي في العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما تمكن المنتخب الإسباني من إنهاء المباراة في آخر الدقائق من الشوط الثاني الإضافي بعد تسجيلهم للهدف الخامس والأخير، ليتوج بذلك المنتخب الإسباني بالميدالية الذهبية والمنتخب الفرنسي بالميدالية الفضية، ثم المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية. ويذكر أن المنتخب المغربي كان قريب من تحقيق التأهل إلى النهائي، إلا أن المنتخب الإسباني كان يتمتع بالتجربة، خصوصا أن هذا المنتخب كان قد لعب النهائي في نسخة الأولمبياد الماضية، وليحقق بذلك عناصر المنتخب المغربي نتيجة جديدة وتاريخية لم يحققها المنتخب عبر تاريخه سابقا، وليكون بذلك المنتخب المغربي من المنتخبات القليلة إفريقيا التي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز. أما الآن فنترككم مع باقي لحظات التتويج.